السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم مسمن تاع القهوة ومسمن المعمر، بعجينة وحدة درناها باش نتقهواو، ووحدة نعمروها بأي فاخس تبغيوها. لا فاخس اختيارية، كل واحد على حسب واش عنده. هذا تاع القهوة يجي هاد المسمن ما يجيش رقيق كيما المسمن اللي يديروه صحاب الوسط. هذا يجي ملحم، يجيك شغل خشين شويه، يجي بنين، يجي كيما المدربل. وهذا مسمن المعمر، هذا مسمن معمر في الطاجين، ما طيبتهش في الفوغ. مره اخرى ان شاء الله ندير لكم مسمن معمر في الفوغ. فوالا درنا سما عشا ودرنا حاجه للقهوه او ميم طون. بسم الله. ندير زوج غرفيه انا تاع الحريره نعبر بها، زوج غرافي فرينه وغرفيه سميد الدق. درت الملح، درت شويه خماره غير نص معلقه صغيره، ودرت معلقه تاع السكر باش يعطينا هذيك الحموريه شابه كي يكون يطيب. جبت الماء دافي غير من رانا في المشتى، في الصيف نديرو الماء بارد نورمال. ماء دافي راني نعجن به. انا ما ندلكش هاد المعجنات، غير شويه هكذا نطمها. دوك تشوفوا غير شويه نطمها، جاتني شويه جاريه، زدت لها شويه فرينه. فوالا غير نطمها ونديرها في صاشيه ونخليها تريح. خليوها ساعه ساعتين، شحال ما كان عندك الوقت، شحال ما تخليها تجي شابه تنعجن وحدها. من بعد تصيبيها روحها مدلوكه في هذيك الصاشيه. درت لها شويه زيت ودرتها في الصاشيه وخليتها. انا خليتها ساعه. نجي نخدم في هذاك الوقت، نجي نخدم لافاغس اللي غادي نديرها في المسمن المعمر. درت حبه كبيره زروديه غابي، حبه كبيره كابويا، درت شويه زيتون افيلي، درت حبه فلفل غابي، ودرت بصله كنت مقطعتها اون بتي دي. البصله ما نربيوهاش، نقطعوها دقه. درت شويه زيت وراني نقلي فيهم كامل اون ميم طون حتى الزيتون نقليوه معاهم باش يطرى، ما يغبناش في العجينه كي نكونوا نشكلوا فيها. هذه هي لافارس اللي يبغي يزيدها. انا من بعد نزيد لها الطون، نتوما تبغيو تزيدوا لها الكفته، تبغيو تزيدوا لها بولياشي ولا فيونداشي، زدت لها حسنيف تاع الثوم. كل واحد هو سم يبغي. سي بون، هاهي دي غطيت عليها طابت، هاهي دي طابت في ساع. كي طابت نزيد لها في التالي مع نص معلقه كبيره تاع طوماط كونسونطري، نزيد لها الملح، الكمون، الفلفل الكحل ولا تفاوه، والفلفل الاحمر. الكركم نديرو غير شويه مكتروش، وزدت لها شويه قلياط ولا حار. اللي يبغي الحار يدير الحار، اللي ما يبغيش ما يديرش. هي بالحار تجي يجو شابين بالحار. سي بون، كلشي راه عندي طايب. في الاخير نطفي الغاز ونزيد الطون نزيدو اون بواط دو بواط اللي عندكم. سي بون، هاهو كلشي راه واجد. خليها تبرد ونمشي للعجينه. العجينه ها هي ارتاحت ونعجنت غير وحدها في الصاشيه. ها هي تحسبوا دلقناها، هي ما مدلوكه ما والو. ها هي سي بون. سي بون، هايدي نقصها دي بول. ندير 6 ولا 7 تخرج لكم هاد الكونتيتي اللي درتها. 6 تاع القهوه و6 تاع فوالا. هذيك الخلطه اللي راني دايرتها انا، هذيك هي الخلطه اللي ندير بها المسمن ومدربل وكل شيء. ندير ندوب كيما هنا ما رانيش دايره بزاف، الوغ درت غير معلقه زبده معمره دوبتها مع شويه نتاع الزيت، 4 معالق ولا 5، مع 2 معالق تاع السميد الدق، مع نص باكي ليفير شيميك خماره تاع الكاطو. نحركهم غايه الغايه. ايا ونبقى نديرهم في وسط. هاهي دي راني نحل المسمنه ونحط هذيك الخلطه. حليت الاولى وطويتها، عاود هاهي الزوجه درت فيها الخلطه وندير فيها الاولى في وسطها ونعاود نبلع. انا ندير 2 مسمنات في وحده.
هكذا ونطويها ونخليها عاود ترتاح حد 10 مينوت عاده نبدي نطيب فيهم باش كي نكون نحلهم ينحلوا لي فاسيلمون. هذه لابول تاع المسمن المعمر درتهم شويه صغار على نتاع القهوه. هيا نحلوها غايه نديروا لا فارس في الوسط، نعاود نبلعها لا فارس بارده بيان سور، نعاود نبلعها. درك هنا نخدم غير بالزيت، ما نديرش هذيك الخلطه اللي درتها، بلعتها وعاود قلبتها على الجهه الاخرى وعاود طويت هاد الزوج لي كوتي اللي بقاو منا ومنا. نعاود نجيب الزاوجه راني غير بالزيت نخدم. سي بون ندير فيها الاولى، هيا درت الزيت ندير فيها الاولى ونبلع. سي بون هادو هما ساهله مهله. هيا دوك نقلبها ونطويها، فوالا نقلبها ونطويها. هذا ما كان حتى هي نخلوهم يريحوا تاني 11 دقائق ونبديو نطيبو. نبديو بالاولى اللي خدمناها، ها هما دو بعد ما ارتاحوا نجيب الاولى نطيبو تاع القهوه ومن بعد نطيبو اللي محشيين تاع لافارس. هيا درت شويه زيت في المقله ولا في تاع الطيفال تاع البغرير ولا في الطاجين طيبوهم. هيا قبل ما غير نحطوها نديروا لها زيت من الفوق ونعاود نقلبوها غير شويه ونعاود نقلبو. ما يليقش حتى طيب من التحت عاد تقلبيها، لا باش تجيك مورقه غير شويه وتقلبي تبقاي هكذا تقلبي حتى تكمليها. فوالا راكم تشوفوا كيما راني نطيب طيبوها وان شاء الله تنجح لكم. حتى اللي ما مبتدئات اللي ما مداريش يديروا ان شاء الله تنجح لهم. هيا دي نبقى نقلب فيها حتى طيب، توجور نقلبها على كاع لي كوتي باش طيب لي كامل كيف كيف. هيا حمارت الجهه الاولى تعاود تحمر الزاوجه وراها طيبه. نعاود نوري لكم كيفاش نطيب نتاع لافارس. هيا نحلها هنا درت زيت، درت فيها شويه فلفل احمر باش تعطيني حلا كولور شابه. ولا كنتو مكثرين في لافارس الزيت اللي تبقى لكم في لافارس تكون حمراء هي اللي تبقاو تدهنوا بها هذا المسمن المعمر. هيا دي نبقى ندهن بالبانسو شحال كي نقلبها ندهنها باش يجيوني هذيك لا كولور شابه حمراء، يجيو شابين بنان بزاف. هادو تقدروا طيبوهم في الفور، تطليوهم بصفار البيض من الفوق وطيبوهم. هيا النتيجه هاهما دو تاع القهوه جاو شابين ما يقهموش ما يجيش ميدم هذا المسمن، ما يجيش كامل ميدم يجي ناشف. تبغيو ديروا فوقه العسل وكلوا كاين اللي يبغي حلو. نتمنى تجربوا هاد الوصفه خاطر شابه وديروا للقهوه وديروا للعشاء او ميم طون شغل في الليل غير تسخنوهم وبصحاتكم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه والسلام عليكم.